بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايالك وجايبه معايا منيو حلو جدا ل10 ايام الصيام بتوع ذو الحجه. يلا بينا نبدا على طول ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، لان منيو النهارده هيعجب كل اللي موجودين عندك في البيت. لو مشيتي ورايا خطوه بخطوه، ومش شرط تعملي نفس اليوم اللي انا عامله فيه الاكل، تعمليه هو قدامك المنيو 10 ايام، تختاري اليوم اللي يناسبك وتختاري الوجبه اللي تناسبك. مش شرط تمشي معايا بالترتيب، بس اهم حاجه يبقى عندك افكار كتير تقدري اللي انت تنفذيها على مدار ال10 ايام. فتعالي نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحطي اللايك بتاعك. ولو انت اول مره تشوفي هبه، ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. وده اول يوم كان معانا، بصراحه طبخت كده شويه بسله حلوين، تقدري تضيفي لحمه او تعملي جنبيها بانيه او من غير اي حاجه خالص، وشويه رز بالشعريه وشويه شوربه. وتاني يوم اتعمدت ان انا اعمل اكله تكون بسيطه. طبعا الطعميه عملتها معاكم قبل كده في البيت، بتتعمل بكل سهوله، واشيلها في الفريزر اخرجها على طول. عملت طعميه، وعملت كمان قرص طعميه كبير وطعميه صغيره. بطاطس مسلوقه، كان عندي بتنجانيه قليتها، عملت شويه شكشوكه كده ب3 بيضات حلوين. وكمان عملت بطاطس مسلوقه زي ما قلت لك، وشويه بطاطس محمره. تقدري تحطي جنب الاكل دوت شويه مخلل او شويه جرجير. انا قطعت طماطم وقطعت فلفل حراق بالطريقه دي. تقدري كمان الاكل اللي موجود على الترابيزه دوت تقسميه على مرتين، يعني يوم بطاطس محمره وشكشوكه، واليوم التاني يبقى بطاطس مسلوقه ومعاها شويه الطعميه والبتنجان المقلي. بس كده وكده كان فطار تاني يوم من ايام ذو الحجه. حاولي على قد ما تقدري تعملي منيو يكون حلو كده. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم منيو تاني من غير فراخ ومن غير لحمه خالص. تعالي ندخل على اليوم رقم 3 ونشوف اكلتنا النهارده. اكلتنا سهله وسريعه وطعمها حلو، ويمكن مش مكلفة قوي. هنستخدم فيها 4 كيلو بس من السجق. تقدري تزودي او تقللي او تستغني عن السجق في الوصفة دي، بس عايزة اقولك بتبقى خطيرة. قطعت بصلاية وقطعت كمان فلفل، ومحضرة معايا بطاطس. معايا بقى حلة احط فيها نقطتين كده من الزيت، وابدأ ان انا انزل بالسجق. السجق هنا انا مقطعاه تقطيع مش كبير قوي ومش صغير قوي يعني. هبدأ بقى ان انا اشوح السجق لحد ما ياخد معايا اللون دوت كده، وينزل كل كمية الدهون اللي نزلت كتير قوي، فانا هتخلص من نصها. انزل ببصلاية واستنى لحد ما البصلة تدبل معايا. في الوقت دوت بقى هضرب الطماطم في قلب الخلاط. كنت محضرة كده معاكي قد مثلا ممكن كوبايتين من الطماطم. انا ضربت حوالي 6-7 حبايات من الطماطم في قلب الخلاط، ومستحب طبعا تصفيهم. احنا هنعمل صينيه بطاطس بالسجق في قلب الفرن، بتبقى خطيره، طعمها بيكون حلو قوي ولذيذه، جربيها. هنا الثوم البصله لما بدات تدبل، نزلت كده بحوالي 4 فصوص من الثوم المفروم، وهنزل عليهم بقى بقرن فلفل اللي هو الرومي. تقدري تستبدليه بفلفل حراق لو انت حابه. هشوحهم مع بعض، وبعد كده هنزل بكميه البطاطس. وهنا كميه البطاطس بتختلف من بيت للتاني، يعني لو عدد الاسره عندك اكبر من 4 افراد تقدري تزودي كميه البطاطس. مقطعه البطاطس مكعبات متوسطه، مش كبيره قوي ولا صغيره، بس مكعبات. بعد كده نزلت بقى بالطماطم، والطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط مصفياها. نزلت بملح وفلفل اسود وشويه من ال7 بهارات، وكيس من صلصة الطماطم المعلبة. هحط كده مقدار نص كوباية من المية، وهسيب الكلام ده كله يتسبك بالطريقة دي. اول ما بدأ اللي هو يتسبك، نزلت بقى بكمية السجق اللي احنا كنا مشوحينها مع بعض في اي طاسه، اسفه في اي صينيه، سواء الومنيوم او بايركس زي ما انت تحبي، الصينيه اللي تدخل الفرن. هبدا انزل بالبطاطس وادخلها بقى الفرن على النار من تحت شويه، وبعد كده بقى هشغل عليها الشوايه. وهعمل جنبيها شويه رز بالشعريه، هطلع شويه مخلل من اللي احنا كنا عاملينهم مع بعض. اي عصير بقى متوفر عندنا. انا كان عندي جوافه، حطيت شويه الجوافه كده وفي الخلاط وضربتهم. الاكله اللي بعد كده برضو ب4 كيلو سجق. انا هنا جايبالك اكلتين مع بعض بالسجق عشان تختاري ما بينهم، او ممكن تنفذيهم دي في يوم ودي في يوم. معايا معلقتين زيت كبار في الحله. وطبعا الاكله بتاعتنا النهارده كلها هتتعمل في حله واحده. نزلت كده ب4 كيلو سجق. معايا بصلايه حلوه، هنزل بالبصلايه واشوح الكلام ده كله مع بعضه. بس البصله نزلتها لما السجق بدأ اللي هو يتشوح معايا. نزلت بقرن فلفل رومي، تقدري تستبدليه بالحراق لو انت بتحبي الحاجه حراقه. هنزل بقى بمعلقه كبيره من هريسه الفلفل الاحمر.
عايزه اقولك بتعلي التست وبتخلي الموضوع رايح في حته تانية خالص. بعد كده بقى معايا كيس من المكرونه، الكيس دوت اللي هو وزنه 400 جرام، تقدري تزودي او تقللي براحتك خالص. نزلت بالمكرونه، والمكرونه اللي انا مستخدماها مكرونه فرن. بعد كده حضرت معايا كوبايه كبيره من عصير الطماطم الفريش اللي هي لسه ضرباها في الخلاط، ومجرد بس ما انا صفيتها. نزلت بقى بمعلقه كبيره من صلصه الطماطم المعلبه. معايا ميه بقى بتغلي، هنزل بحوالي كده 3 كوبايات من الميه. هحط ملح وفلفل اسود وشويه من السبع بهارات، بس كده دي التوابل اللي انا هستخدمها. هقلب كله مع بعضه واسيب بقى المكرونه دي تغلي على نار متوسطه. معايا معلقه كبيره من السمنه، ومعايا معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره اللي هي بتاعه الاكل، مش اللي احنا بناكل بيها، لا المغرفه يعني. لو هتستخدمي المعلقه بتاعه الاكل يبقى تحطي 3 معالق سمنه و3 معالق دقيق. بعد كده بقى بدأ الدقيق والسمنه يتشوحوا مع بعض على النار. نزلت كده بحوالي 3 كوبايات من الحليب. انا هنا هعمل بشاميل كريمي ويكون طعمه ايه، حلو، مش هحط له اي اضافات، مش عايزاه يبقى مكلف قوي، بس عايزاه يبقى بشاميل كريمي. حطيت ملح، فلفل اسود، شويه من الشطه. دي الثلاث حاجات اللي انا بحطهم على البشاميل. تعال نبص كده على المكرونه بصه ونشوف اخبارها ايه. بدأت اللي هي تستوي معايا بنسبة 70%، ودوت المطلوب. هحطها بقى في قلب الصينية. وطبعا المكرونة لسه ما خدتش السوا بتاعها الكامل، فطبعا علشان كده لسه في صوص في قلب المكرونة. هنزل عليها بالبشاميل واغطيها كده بشوية جبنة موتزاريلا. تقدري ما تحطيش جبنة موتزاريلا ولا اي حاجة. ادخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، وهشغل النار من تحت حوالي كده ايه ربع ساعة، وهتابعها. وبعد كده هروح مشغلة عليها الشوية. هنا عملت عصير خروب، عايزه اقولك بيبقى طعمه حلو قوي. وطلعت شويه مخلل من اللي احنا كنا عاملينهم مع بعض. تعالي ندخل على اليوم اللي بعد كده. واليوم اللي بعد كده اكلتنا سهله وسريعه، وعارفه اللي هو اكله الانقاذ. الاكله اللي متاخدش وقت خالص هو البانيه. هنعمل شويه مكرونه وشويه بانيه، بس تتبيله البانيه النهارده مختلفه تماما عن اي تتبيله انتي عملتيها قبل كده. معايا بصلايه متوسطه في قلب الكبه، ومعايا قرن فلفل رومي. اعملي تتبيله البانيه ديت ودايلي. معايا هنا ليمونه هعصرها، مش هاخد القشر بتاعها، انا مجرد بس اللي انا هاخد الميه بتاعتها بس كده. شويه خل بقى حلوين كده بمعدل اقل من ربع كوبايه، وهضرب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. لو مش عندك كبه تقدري تعملي في الخلاط، بس تحطي الاول طماطميه. يعني لو انت هتعمليها في الخلاط زودي طماطميه، بحيث اللي ايه الطماطميه مع الخل يتضربوا، تنزلي بالبصلايه. وبعد كده الفلفل الرومي. خلاص كده اتضربت معايا وبقت تمام. تعالي نحط بقى مع بعض شويه التوابل اللي هم هيحلوا الموضوع وهيخلوه رايح في حته تانية خالص. انا محتاجه البصل يكون ناعم معايا خالص، بحيث اللي هو يبقى عامل زي الصوص كده، ما احسش ببصل معايا خالص. هنزل بقى بمعلقه كبيره من المستردة، وديت اختياري، لو موجوده تمام، لو مش موجوده خلاص مش مشكله، بس عايزه اقولك بتعلي التست وبتخلي الطعم حلو قوي. نزلت بمعلقه كبيره من الملح لان كميه البانيه كبيره. هنزل بقى ببهارات فراخ، شويه من الكزبره، شويه من الكمون، ودوت اختياري، ملح وفلفل اسود. وطبعا هنا حطيت كركم، زعتر بقى بيبقى حلو قوي مع الفراخ برضو، وكاري. الكاري خطير يا جماعه، جربوا الكاري. يعني انا ممكن استغنى عن كميه التوابل اللي انا حطيتها دي كلها، بس احط شويه كاري صغيرين كده بيخلوا الفراخ طعمها رايح في حته تانية. توم باودر وبصل باودر طبعا ده اجباري، حتى لو انت حاطه بصلايه حطي برضو توم باودر وبصل باودر. هحط هنا بيضتين. انا هستخدم كيلو من البانيه، بس يعني مش هعمله كله في يوم واحد، انا مجرد اللي انا هتبله، بما اني يعني لسه جايباه فغسلته كويس جدا، فهتبله واشيله في الفريزر متبل. الميه غليت معايا، نزلت بكميه المكرونه اللي انا محتاجاها. انا هنا هعمل نوعين من المكرونه، النوع الاولاني اللي هي المكرونه الاقلام، والنوع التاني مكرونه اسباجيتي.
طبعا ليه عملت نوعين من المكرونه؟ علشان خاطر انتوا عارفين لما بنكون صايمين ما بنحبش نزعل الولاد يعني. فاللي عايز نوع مكرونه معينه نقدر اللي احنا نعملها له، بما ان يعني المكرونه ما بتاخدش وقت وكله صلصه على النار، صلصه واحده والموضوع حلو يعني. لكن غير كده لا، كله مكرونه واحده يعني، هو بس ايه استثنائي بس عشان احنا صايمين. نزلت بقى بكمية المكرونة اللي هي الاسباجيتي. انا اخدت نص كيس من المكرونة الاقلام واللي هي الفرن يعني، واخدت كيس من المكرونة الاسباجيتي. معايا البانيه بقى مغسول ومتصفي كويس جدا، وكمان كنت نقعاه في محلول النقع بتاعه، وبقى معايا تمام، شطفته وصفيته. نزلت بقى بكمية التتبيلة كلها، هديله تقليبة. تقدري تحتفظي بالعلبة ديت في قلب التلاجة لو انت هتستخدمي الكمية على مدار اسبوع، مثلا 3 4 ايام ورا بعض بانيه. لو مش هتعملي كده يبقى تاخدي اللي انت عايزاه والباقي تشيليه في الفريزر. زي ما هي كده العلبة، لو حابة تحطيهم طبقات فوق بعضيهم وبينهم اكياس براحتك، بس انا لما بشيلها في الفريزر بشيلها زي ما هي. معايا بقى هنا الصلصة، حطيت شوية زيت على النار. انا مش بستخدم بصلاية في قلب المكرونة، ساعات وساعات مش على طول. ونزلت بقى بالصلصه وهسيبها بقى تتسبك، احط ملح وفلفل اسود وخلاص على كده. تعالي نعمل بقى التتبيله بتاعه البانيه. العلبه دي فيها ايه بقى؟ لا ما فيهاش فيل، ما تقلقيش. العلبه دي فيها عباره عن بقسماط ودقيق، شويه نشا، وشويه صغيرين من ال اللهم صل على اللي هو كيك شيف او البيكنج باودر. تمام يعني بمعدل معلقه. بس خلي بالك كميه البقسماط اكتر من الدقيق. وبقلبهم كلهم مع بعضيهم وبحطهم بقى في قلب العلبة، بقدر ان انا استخدم منها على مدار الشهر. اول ما بتبدأ تخلص معايا بروح عاملة علبة تانية، بصراحة بتنفعني قوي. احسن ما اقعد احط بقى بقسماط واحط دقيق واحط نشا واحط حاجات، لا انا بعملها واريح دماغي كده بتبقى موجودة عندي. وطبعا انا هنا بتبل على كيس بلاستيك عشان بعد ما اخلص الكمية كلها، اروح لما الكيس بالفتافيت اللي موجودة جواه واروح رميه على طول. طبعا انا ما بحطش كمية كبيرة من الدقيق او البقسماط على الرخامة او على الكيس. بحط كمية صغيرة ولما اعوز اخد تاني. انا هنا بقى خلصت المكرونة والدنيا بقت تمام. رحت عملت ايه؟ قليت بقى البانيه على طول. انا من الناس اللي اول ما بحط البانيه في الدقيق والبقسماط بقليه على طول، مش بحب اللي انا احطه في التلاجة ولا ادخله الفريزر ولا اي حاجة من الحاجات دي. والكفر بيطلع ماسك عليه والدنيا تمام وزي الفل. بالنسبة للبيض على البانيه، لو انتي عاملة نص كيلو بس من البانيه هتحطي بيضاية واحدة، لو عاملة كيلو هتحطي بيضتين. طبعا اللي بتستوي معايا بطلعها على مناديل مطبخ بالشكل دوت كده. وكده بقى اقدر اقولك اللي اليوم دوت برضو خلص. الفطار كان سهل وسريع. اي نعم ممكن اقولك اللي انا عملت يومين ورا بعض مكرونة، لكن انت تقدري اللي انت تنوعي، مش شرط تاخدي اول يوم وتاني يوم زي ما انا ماشيه بالترتيب. لا انت ممكن تاخدي اخر وجبة انا عاملاها وتعمليها انت اول يوم، والعكس طبعا. هنا حطيت بقى نص كمية الصلصة على حلتين، وقلبت بقى المكرونة دي وقلبت المكرونة دي، لان المكرونة كانت بردت معايا، فطبعا مستحب اللي انا اقلبها علشان خاطر تبقى معايا سخنة كده وحلوة. عملت بقى شوية بطاطا، والبطاطا هنا بقى انا بشويها جوه الحلة، بعملها بالورق، هبقى اقول لكم على الطريقة. يعني ندخل على اليوم اللي بعده، واليوم اللي بعده اقتصادي جدا وسهل كده وخفيف وطعمه حلو. حوالي نص كيلو من البتنجان قشرته بالطريقة دي وقطعته مكعبات بالشكل دوت كده. احطه في قلب الطبق واحط عليه نص معلقة من الملح واركنه على جنب. واجيب بقى معايا 3 حبايات من الطماطم حجمهم كبير هبشرهم. وهنا بقى الزيت كان معايا على النار، نزلت بقى بالبتنجان عشان خاطر هقليه. انا بحاول ان انا يعني انوع لكم كده يوم في افكار لحمه وفراخ مثلا او لحوم يعني، واليوم التاني يبقى اقتصادي خالص ما فيهوش حاجات كتير، واليوم اللي بيبقى فيه لحمه او فراخ بتبقى اقتصاديه. هنا خدت معلقه من الثوم، معلقه من هريسه الفلفل الاحمر، ملح وكمون وشويه من عصره الليمون، وعملت طماطم مخلله. البتنجان كان خلاص اتقلى معايا، قليت قرن فلفل. هنا بقى معايا معلقه من الزيت، معلقه من الثوم المفروم، نزلت بالطماطم اللي احنا بشرناها مع بعض، ونزلت كمان بمعلقه كبيره من صلصه الطماطم المعلبه، ملح وفلفل اسود، وسبتهم يتسبكوا مع بعض. نزلت بالبتنجان، وده كان شكل بقى الاكل مسقعه وجنبيها بطاطس محمره
وشوية من الطماطم المخللة. ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده، والنهاردة هنعمل شيش طاووق بكيلو شيش طاووق واحد بس، من غير شواية ومن غير ما تعملي دخنة كتير في البيت. هنعمله في الفرن، وهو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بصلاية، عبارة عن طماطماية، قرن فلفل، 3 فصوص من الثوم، وضربتهم مع بعض في قلب الكبة كويس جدا. تقدري تستبدلي الكبة بالخلاط. وكمان حطيت شوية كده من الخل بمعدل ربع كوباية. هاخد الكلام ده كله اصفيه كويس جدا، لان انا مش محتاجة الطفل بتاع الخضار، انا محتاجة السوائل بس اللي نزلت منها، فمستحب اللي انت تصفيه كويس جدا. هعصر بقى عليه هنا ليمونه، والتتبيله دي عايزه اقولك خطيره. تقدري تعملي بيها الشيش طاووق، الاوراق او الصدور اللي انت تحبي. معلقه كبيره من الكاتشب، حطيت ملح، فلفل اسود، شويه من الكزبره، شويه من بهارات الفراخ، معلقه من العسل الاسود، وكمان البابريكا. ونزلت كده بكيس من الخلطه بتاعه الشيش طاووق، قلبت كله مع بعضه. وهنا كنت غاسله بقى الفراخ كويس جدا. معايا كيلو كده من الشيش طاووق، غسلتهم كويس جدا وصفيتهم كويس جدا. ده كده شكلها. زي ما قلت لك تقدري تستبدليها بالبانيه، يعني قطع البانيه، بدل ما تجيبي بانيه متقطع، لا هاتي صدر البانيه كامل وقطعيه انت مكعبات كده، وهيطلع معاكي حلوه. بس الاحلى اللي هي بالاوراق، بتبقى خطيره. معايا بقى بصل وفلفل وطماطم صغيره جدا، مش طماطم شيري ولا اي حاجه، لا هي طماطم انا منقياها صغيره جدا، وفلفل الوان لو متوفر. لو مش متوفر نقدر نستبدله بفلفل الاخضر عادي. انا برضو حاطه فلفل اخضر. هبدا بقى ان انا ارصهم في العصيان بتاعه الشيش طاووق بالشكل دوت كده. احط على وشهم شويه زيت وادخلهم بقى الفرن. اي خضار فاض معايا هبدا ان انا احطه بالشكل دوت كده بطريقه عشوائيه. واي تتبيله فاضت معايا، سواء التتبيله سايله اللي احنا لسه عاملينها، هحطها فوق الوش، وادخل بقى الكلام ده الفرن بس على الشبكه مش من تحت. تمام. وده شكله بعد ما اخرج من الفرن. عملت جنبيه صينيه رقاق باللحمه المفرومه، والرقاق اللي انا عاملاه رقاق طري عملته معاكم، ولو عايزه الطريقه قولي لي في الكومنتات انزلها لك. وعملت شويه ورق عنب. تعالي نعمل بقى شويه كفته، والكفته بتاعتنا النهارده خطيره. نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليه كده نص كوبايه من الدهن الضاني، كنت شايلاه في الفريزر، طلعته فرمته فبقى معايا بالشكل دوت كده. تقدري تستبعديه خالص من الوصفه لو انتي مش حابه. معايا بقى بصلايه حجمها كبير، لو متوسط يبقى هنحط بصلتين. ومعايا طماطمايه ضربتهم في الكبه كويس جدا، حطيت عليهم نص معلقه ملح، وحطيتهم في المصفى علشان خاطر يصفوا اي سوائل موجوده جواهم. وحطيتهم بالشكل دوت بقى كده على اللحمه. هحط بقى هنا معلقه كبيره من الدقيق، وهحط معلقه من النشا. ركزي بس في الكفته دي لاني واثقه متاكده انك هتعمليها في العيد. نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. معايا بقى هنا البيضه، بس هاخد البياض بس، انا مش محتاجه الصفار بتاعي في الوصفه. انا هاخد بياض البيضه، هيدينا تيست عالي جدا وهيخلي الكفته رايحه في حته تانية خالص. نزلت بقى بملح، فلفل اسود، وكمان شويه من بهارات اللحمه. المعلقه اللي انا مستخدماها معلقه صغيره. طبعا انا المفروض اقلب الكلام ده كله مع بعضه، بس حسيت ان انا لما ارجعهم في الكبه تاني هيدوني تيست عالي. طبعا الكبه من جوه لونها ابيض عشان انا لسه فارمه الليه. هضربهم مع بعض كويس جدا. بعد كده بقى هحضر معايا صينيه، والصينيه اللي انا هستخدمها هحط فيها بصلايه، وهحط فيها طماطمايه، وهحط كمان قرن فلفل. طبعا انتي لو مش حابه تحطي اي حاجه من الحاجات ديت براحتك خالص، بس عايزه اقولك الخضار ده بيدي تيست عالي قوي للكفته، وبيبقى طعمه خطير في النهايه. بيبقى زي الخضار المشوي كده، لما بتجيبي فلفل كفته من بره مثلا وبيبقى معاه فلفل مشوي كده، بيبقى طعمه حلو قوي. قطعت طماطم، وطبعا مقطعها جوليان كده، جوانح كده صغيره ورقيقه، وكمان البصل وكمان الفلفل. تقدري تحطي فلفل حراق لو انتي حابه برضه.
هحط ملح وفلفل اسود، بس هقلبهم بالراحة، او يعني مش هعصرهم قوي، انا مش عايزة اي سوائل تنزل، انا مجرد بس مخلط التوابل في قلب الخضار. بصي على حرف ايديا بس انا بقلبهم، وهفردهم بقى في قلب الصينيه بالشكل دوت كده. طبعا البصل والطماطم لما ضربتهم مع بعض في قلب الكبه وقلت لك اللي انا صفيتهم، دي الميه اللي نزلت منهم، حطيت عليها ملح وفلفل اسود ومعلقه كبيره من الزيت، وديت اللي انا هحط ايديا فيها عشان ابدا اللي انا اصبع الكفته بتاعتي من غير ما تلزق في ايديا. بالشكل دوت كده تقدري تعملي صباع الكفته اقل من كده، لان هو مش هيكش، ما تخافيش مش بتكش خالص. تقدري كمان تعمليه بالشكل ده. عملت لهم بقى قمر الدين، لو عندك لفه قمر الدين او نص لفه قمر الدين فايده كده من شهر رمضان تقدري تعمليها تبقى خطيره. دخلت الكفته الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، وكنت مشغله النار من قبليها بشويه، وطبعا ما بتشغليش شويه، هي النار من تحت بس كده. وده كان شكل الكفته بتاعتي. عملت كمان جنبيها سلطه دقوس بتبقى خطيره طعمها حلو قوي، اللي هي سلطه المشويات. حمرت جنبيها شويه سمبوسه. السمبوسه تقدري اللي انت تبقى محشيه جبنه او لحمه المتوفر عندك. تعالي ندخل بقى على الاكله اللي بعد كده، وهي اقتصاديه خالص وطعمها حلو قوي ولذيذه جدا. كوبايتين من الرز على معلقه زيت على النار، شوحيهم مع بعض، انزلي بكوبايه عدس اصفر، ملح وشويه الميه، وخلص على كده خلصت معايا. بس طبعا قبل ما تنزلي بالميه شوحي الاول الرز شويه على النار، بعد كده شوحي اسفه العدس شويه مع الرز، وكده معايا تمام. معايا بطاطس مسلوقه مقطعاها شرايح بالشكل دوت كده، وهبدا اللي انا احمرها في الزيت. معايا معلقه سمنه بلدي، ومعايا كمان بيض مسلوق، هحمر البيض في السمنه البلدي او هدحرجه في السمنه البلدي. وطبعا طلعت بقى منجيتين كده من الفريزر وعملت لهم عصير مانجا، لزوم الحركات يعني. لو عندك شويه بلح وشويه خشاف تقدري تعملي شويه جرجير بقى حلوين كده، وشويه سلطه طماطم خضراء عباره عن خيار وفلفل وطماطم وبصل وشويه ملح وشويه ليمون وشويه ميه وملح، وبس كده خلاص. ده كده كان اليوم كان خفيف وطعمه حلو قوي. ندخل بقى على اليوم التقيل، واليوم بتاعنا النهارده احنا هنعمل فرخه. نعمل فرخه وهنعمل شويه محشي كده لزوم الحركات. معايا بصلايه ومعايا طماطمايه وقرن فلفل رومي، ضربتهم في قلب الكبه كويس جدا بالشكل دوت كده. بعد ما ضربتهم هبدا بقى ان انا احط عليهم ملح وفلفل اسود، شويه من بهارات الفراخ، ورقتين من ورق اللورة، معايا هنا فصين من الحبهان، وكمان شويه من الكاري، وحطيت شويه بابريكا صغيرين. الطبق التاني فيه بطاطس متقطعه مكعبات، وفيه حبايه واحده من البصل، حطيت ملح وفلفل اسود عليهم بس، ودعكتهم مع بعض كويس جدا. الفرخه بقى هتبلها بالتتبيله اللي انا لسه قايله لك عليها. بصي هحاول ان انا ادخل بقى التتبيله تحت الجلد وفوق الجلد، وهخليها كلها غرقانه بالتتبيله. هاخد الفرخه واحطها بقى على البطاطس والبصل بالشكل دوت. الفرخه دي بالمناسبه فرخه بلدي، فتقدري تعمليها بفرخه بلدي او بيضه، ايا كان الحجم هتستوي وهتطلع رهيبه. معايا بقى هنا كوبايه من الميه، نزلتها على في الصينيه. وطبعا انا دهنت الفرخه بمعلقه كبيره من الصلصه، حطيت عليها معلقه زيت وملح وفلفل اسود. وطبعا علشان خاطر ورق الزبده ما يلزقش معايا في قلب الفرخه، دهنته كده دهنه حلوه من الزيت، وغلفتها بورق فويل ودخلتها الفرن على الرف الوسطاني. معايا هنا خلطة المحشي، وخلطة المحشي كانت عندي في الفريزر جاهزة، فالموضوع بالنسبة لي كده ايه بسيط شوية. مجرد اللي انا بخرجها احط عليها بقى الرز والخضرة وخلاص على كده، وحشيت المحشي ورفعته على النار. نعمل شوية صوبيا، معايا ازازة لبن ومعانا علبة صوبيا كده حلوة، فنعمل شوية صوبيا وندلعهم بقى بشوية كنافة حلوين. كنافة موجودة عندنا في الفريزر، لو مش موجودة خلاص مش لازم تعملي كنافة. حطيت على الكنافة معلقة كبيرة من السكر وقلبتهم مع بعض كويس جدا، سكر بودر. وما بحطش السمنة على الكنافة، بحط السمنة في قلب الصينية. نزلت كده بالسمنة ونزلت بطبق الكنافة 3/4 كمية الكنافة، ضغطتها كويس جدا عشان في النهاية لما اجي اقلبها تديني شكل حلو. معايا هنا الحشوة شوية مكسرات، شوية جوز الهند، وحطيت معلقة كبيرة من العسل. والعسل هنا عسل تقيل اللي انا هسقي بيه الكنافة، ببقى عاملاه وشايلاه عندي في دولاب المطبخ.
انا هنا عملت الكوسه في قلب الصينيه وهدخلها الفرن، بس تاخد غلوه الاول على النار وبعد كده هدخلها الفرن. وسقيت بقى المحشي وسبته كده على النار بقى متوسطه لحد ما ياخد الغلوه الاولانيه، وبعد كده هدي عليه النار ويسيبه يستوي. طبعا الفرخه كانت خلاص استوت معايا، دهنت وشها ببقيه الصلصه ودخلتها تحت الشوايه كمان. وهنا عملت شويه ملوخيه وشويه لسان عصفور، كان عندي شويه شوربه. وده شكل بقى الفطار قد ايه حلو جدا ولذيذ، والكنافه كمان كانت استوت. كل سنه وانتم طيبين.